العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان فرع اسفي كتنظم ندوه فكريه حول موضوع واقع حقوق الانسان في المغرب، اللي كان تنعرفوا بان واقع حقوق الانسان في المغرب كاين واحد الفطور على مستوى حقوق المواطنين والمواطنات، اللي من دورنا حنا كعصبه مغربيه والعصبه المغربيه اننا ندافعوا على هاد المواطنين ونقلبوا لهم على الحقوق ديالهم وعلى الواجبات ديالهم. والندوه الفكريه اليوم هي ندوه كترتبط بموضوع اللي موضوع ساخن على المستوى الوطني، ومن المفروض فينا اليوم اننا نلقاو واحد الاجابات ونلقاو خلاصات لهذا الموضوع هذا. واكيد ان الندوه تخرج بواحد التوصيات اللي من شانها ان تعطي واحد الصوره، ولو صحيح اننا ما غاديش نوصلوا للمبتغى، ولكن تعطي واحد الصوره اللي ممكن اننا نقربوا فيها الرؤيه للمواطنين والمواطنات. يجب ان لا ننسى انسانيه الانسان. هذا الانسان كيفاش خصو يكون في العيش الكريم، في السكن، في التنقل، في الحريه، في ابداء الراي، في الاعتقاد، في حريه الاعتقاد، في حريه الاعتراف، في كذا، في التجول، ما خصهاش تبقى الحدود، ولكن في اطار ما يسمى بالقانون. هذه هي الترسيمه ديال حقوق الانسان. كيفاش حقوق الانسان ما كاينش الرعايه، كاين المواطن، ما من المواطن هو له واجبات وله حقوق، له كذلك لماذا هو مواطن؟ لانه مواطن يتمتع بكامل حقوقه كامله في الحريه وفي السكن اللائق وفي العيش الكريم الى اخره، الى كثير من داك الشيء اللي كتعرفوا. راه هو داك حقوق الانسان. الدفاع عن المظلوم وعن المضطهدين في بلد يعتبر في نظر حصاد وزير الداخلية إساءة لسمعة البلد فليعتبرها ذلك. وإذا كان هذا الوزير يعتبر بأننا نخدم أجندة أجنبية، أجيبه وأقول له بأننا فقط نخدم ما يمليه علينا ضميرنا النضالي والالتزام بالمبادئ والانضباط والامتثال للشعار الذي حملناه في مؤتمر العصبة الأخير: ملتزمون بالدفاع عن حقوق الإنسان. وكاين شي واحد هنا يمكن ينوض يقول لي لا راه عندنا في اسفي العكس. نقول لكم راه ما كاينش هادشي في المغرب. اللي اليوم شاد دا شي ملف ديال شي جمعيه تيقول الباشا ولا تيقول لقيت السلام عليكم هذا الملف هذا هو دا تيكتب ليه الوصل مباشره. كاين عندكم في اسفي القضيه؟ ما كايناش. اذا هذا الباشا ولا هذا القيد ولا هذا العامل اللي مكلف راه تيخالف القانون، لان الفصل الخامس من القانون المنظم الجمعيات واضح: يسلم فورا وصل إداء مؤقت لكل مسؤول جمعية جاب الملف. خصو يقول لي السلام عليكم هذا الملف، يفلي مع هذاك الملف واش كاين الوثائق المنصوص عليها في الفصل الخامس كاينه، يعطيه وصل بإداء. وهذا الشيء تيقول لك سير القضاء. كيفاش يمكن واحد انسان دير جمعيه تطوعيه رفض ليه الباشا ولا القايد ولا العامل الملف ويمشي للمحكمه الاداريه؟ هو ساكن في قلميم ومحكمه اداريه كاينه في اكادير، غيولي يصرف من جيبو. اذا تيدفعوك الباب مغلق، تيدفعوا الانسان الحيط كما تنقولوا. ماشي هكا تمارس دوله الحق والقانون وتتعامل مع المواطنين كمواطنين، كتعامل معنا كرعايه. ولكن اللي جيت قدام الولايه كنحتاج ولايه ديال الداخليه ولا ولايه الامن ولا امام محكمه الاستئناف ولا محكمه ابتدائيه ولا وزاره الاسكان ولا اي مؤسسه، كنحتاج معفيه من شي حاجه اسمها الترخيص. هذاك الشيء الترخيص هو بدعه رجال السلطه، لان القانون عندنا في المغرب ما كيتحدثش على الترخيص، كيتحدث على التصريح. شنو هو التصريح؟ هو ان اصرح لرجل السلطه المعني بان غادي تكون المظاهره اللي غتمشي في الشارع، اما الوقفه الاحتجاجيه السلميه معفيه حتى من التصريح. وهذا الشيء راه فيه قرار ديال الغرفه الاداريه في المجلس الاعلى. وكنتكلم في مدينه اسفي، لابد ما نقدم كذلك امثله من مدينه اسفي. انتم الجميع كتعرفوا بان مدينه اسفي كانت من المدن الرائده والمدن القويه اللي استجابت لتظاهرات 20 فبراير، والتي قامت في محطات متعدده بما كان يستوجب ان تقوم به في مطالبتها بانهاء بمحاربه الفساد وتفكيك بنيه الاستبداد ومحاربه الظلم، يعني كل الشعارات التي حملتها حركه 20 فبراير.
ما فيها اسقاط الحكومه وحلق الاعمال الى اخره، كل الشعارات وانتم تعرفون ذلك. اليوم كنتكلم في مدينه اسفي، ما واحد المواطن سميتو كمال العماري يوم 29 ماي 2011 تم قتله من طرف القوات العموميه. لا تبعتوا تقرير اللي قدموه إدريس اليزامي في صيف السنه الماضيه، وهو يتحدث في واحد التقرير طويل جدا عندما وصل الى الخانه المتعلقه بالاستعمال المفرط للقوه. قال مع انه كانت هناك تدخلات تحترم القانون في العديد من المحطات، الا انه لاحظنا ان هذا الاستعمال المفرط للقوه ادى في بعض الحالات الى المس بالحق في الحياه. وقال هذا إدريس اليزامي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، قال كما وقع في آسا وآسفي. وفي آسفي معروف الحالة يقال كمال العماري. ما يعطي للسلطات شرعية التريث في إمدادنا بالموصولات هما تلك الهيئات والجمعيات الحقوقية وغيرها، من أنها تقف حجرا عطرا بيننا وبين تحقيق المراد. فكلنا نعرفوا ما تلا الانتخابات الأخيرة من فساد انتخابي وما تلاه من فضائح انتخابية، لعل أبرزها ما صار يعرف بفضيحة التسجيلات الصوتية التي تمت بين بعض المنتخبين بهذا الإقليم. وهذا لكن يجسد شي حاجة، يجسد فعلا بأننا تعوزنا الإرادة السياسية للإقلاع عن مثل هذه الممارسات، بدليل أن هذا الملف اليوم لا زال القضاء يتمكن في اتخاذ قرار واضح إما بالمتابعة أو بعدم المتابعة. كما كتلاحظوا عقد اليوم أو نظم اليوم ندوة حول موضوع واقع حقوق الإنسان بالمغرب تخليدا لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. اليوم استحضرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم آسفي مسار تاريخ حقوق الإنسان بالمغرب والمراحل التي مر منها هذا المسار. الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وقفت عند مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية التي يعرفها الإقليم. تكلمت بكل صراحة حول هذه الأوضاع وما تعانيه ساكنة هذا الإقليم على جميع هذه المستويات التي ذكرت. الإقليم يعاني بطبيعة الحال من مجموعة من الاختلالات والتجاوزات، لا على المستوى الاجتماعي ولا الاقتصادي، بنية تحتية هشة ترقى ساكنة هذا الإقليم إلى أكثر مما حقق. ترقى ساكنة الإقليم إلى دعوة مسؤولي هذه المدينة إلى العمل ثم العمل من أجل الدفع بالإقليم نحو تنمية مستدامة تخدم ساكنة هذا الإقليم. وشكرا.